ذكرى واحلى ذكرى اول وقفه في التالتة شمال، هفضل احكي عنها لولاد ولادي، لما اموت الفكره تعيش حب الاهل ما ينتهي. صباح الخير ومساء الخير يا للرواح. السلام عليكم. نبدأ النهارده بخبر محمود عبد المنعم كهربا وعقوبة كهربا اللي خلتنا كجمهور أهلي أو زمالك عاملين كده. يعني الواحد بصراحة يشك إن اللاعب نفسه فاهم حاجة. هو بعد ما كان أول امبارح قالوا خلاص هيدفع، جه طلع المحامي الدولي بتاعه قال إن هو هيبعت ياخد حيثيات الحكم وبعد كده يقدم طعن أو استئناف حاجة زي كده، وهتبتدي إيه ده يوقف الغرامة ويوقف العقوبة بالإيقاف. في تقريبا قبل كده كان كلام اتقال من فترة اللي هو إيه ميعادنا شهر 9. لو تفتكروا كان في ناس عمالة تتكلم من فترة محامين وناس خبراء قوانين قالوا إيه نتقابل شهر 9. فهو تقريبا ده اللي هيرسى. بس هو بصراحه الكلام اللي خارج ان الكابتن محمود الخطيب بيقول لهم ما دام كده هندفع كده هندفع فايه ندفع وخلاص، لان هو مش هيسمح بان كهربا توقف يوم تاني، لان كده مستقبل اللاعب هيبقى في خطوره. فهو الكابتن الخطيب بيقول لهم اذا كان كده هندفع وكده هندفع فيبقى ايه ندفع وخلاص. لكن يمكن يعني اعتقد شغل المحامين ده ينفع في حاله واحده، لو انت خلاص نادي افيس البرتغالي هيتباع زي ما بيقولوا، فحته ان انت هتاجل الكلام ده مثلا ايه معاك شهر شهرين يكون النادي ده اتباع وكهربا يتحمل في الاخر نص الغرامه بدل ما يدفع الغرامه كلها ويرجع يدور على النص، هنا هتبقى منطقيه. ممكن المحامين بيلعبوا على النقطه دي ان هو النادي يستنى يتباع، وفي الفتره دي شهر ونص يكون ايه النادي ده خلاص كده عرفوا مين الملك بتاعه يدفع نص الغرامه وكهربا يدفع النص بس. باستثناء كده ما اعتقدش هيبقى فيه فايده من المماطله دي، لان احنا عارفين كمان ان الغرامه عليها فوائد، فلو المده دي هتطول بفوائد طب كده احنا عملنا ايه؟ نوصل بعد كده على نادي بيراميدز اللي طلع بيان امبارح انه هيوقف نشاطه في مصر اخر الموسم ده وكده. براحتك، انا سايبك هتحرق دمك كل شويه، هتشوف. انا بقول لك انا الراجل بتاع ربنا وبصلي دلوقتي واخد بالك وما باذيش حد. هو بصراحه فعلا يعني مش عارف اتحاد الكوره انت عايز وجع دماغه وخلاص. الماتش زي ده فعلا اللي ما ينفعش من غير تحكيم اجنبي او فار، لازم الاثنين، لان الماتش ده عنده يعني يبقى فيه حساسيه اكتر من اهلي وزمالك. بيراميدز لحد دلوقتي ما خدش ولا بطوله، ودي تاني مره يوصل نهائي كاس، خسر قدام نادي الزمالك قبل كده، فتاني مره يوصل لنهائي الكاس. تاني حاجه الاداره عايزه تثبت للمالك ان احنا بندير كويس وبدليل ان في بطولات دخلت النادي والكلام ده، فالمباراه كلها وجع قلب. فانت ايه اللي دخلك في متاهه وحكم مصري ومن غير فار كمان؟ خدت بالك؟ هي بالوضع ده هيبقى وجع دماغ قبل الماتش وبعد الماتش. يعني مثلا الاهلي كسب بيراميدز هتخش بقى هيبقى البيان ده كده ولا حاجه من البحر البيانات اللي هيبقى بعد كده. فليه اجيب وجع دماغ لنفسي؟ يا عم هات حكم عربي من الجزائر من المغرب، هات رضوان جيد، بلاش مصطفى غربال لان الواحد بقى شايل منه. رضوان جيد، هات فيكتور جوميز، هات يا عم سيكازوي، ده اي حد. خدت بالك؟ ادام مش قادر على اجنبي هات يا عم افريقي او عربي. انما حكم مصري ومن غير فار كمان، ده انتوا عايزين وجع دماغ بقى. نخش بعد كده على نادي فيوتشر، عمل حركه غريبه قوي انه شارك احمد رفعت من غير ما يكون مقيد. فانا مش فاهم يعني ما فيش اداري في الفريق عارف ان الموضوع ده ما ينفعش ليه؟ عقوبه من الاتحاد الافريقي دلوقتي بتقول ان هم كده خاسرين 3 مباريات وعليهم عقوبه $10,000. فحاجه غريبه قوي. بذكر فيوتشر كمان فتحوا خط مع النادي الاهلي لشراء كريم نيدفيد، عايزين يشتروا خلاص رسمي مقابل حد من الاثنين، عمر كمال عبد الواحد او محمد رضا بوب. ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه اعتقد العالميه؟ النادي الاهلي هيوافق على العرض ده لان هو فعلا محتاج واحد من الاثنين ده، اذا ما كانش محتاج الاثنين لعيبه يعني. اخر حاجه بقى، امبارح قاعد مع واحد صاحبي زملكاوي والله ده حصل، فبقول له يا عم الراجل ده جه ما قعدش 5-6 ساعات ومشي وبتاع ومش عارف ايه، فاللي هو صح انت ما طولتش ها؟ طيب. فبقول له الراجل ده ما طولش وبتاع، قال لي يا عم كفايه التاريخ هيذكر ان الراجل ده ما اتغلبش ولا ماتش. قلت له ازاي؟ قال لي ايوه مش هو اقيل اتعين واقيل من غير ما يخسر ولا مباراه. قلت له حصل. قال لي طيب ما هو التاريخ هيشهد ان هو ما خسرش ولا ماتش. قلت له التاريخ هيذكر ان هو ما خسرش ولا بطوله، يلا عبط بعبط بقى، ما هي ظبطت بقى. بس
وفي كلام بيتقال ان خلاص تذاكر المباراه بتاعت النادي الاهلي تقريبا الساعه خلاص انتهت. فخلاص احنا النهارده بنتكلم، النهارده الجمعه، فاضل يومين على المباراه ان شاء الله. بامر الله انا متفائل. والفرق اللي هي بتطلع تصريحات كتير دي، حتى برضه نادي الرجاء لسه برضه مطلع تصريح، فانا مش كلمة طيبة قولها، ما عندكش تخلص خالص. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ مش عارف، احنا بقت مش مباريات، دي بقت تصريحات. يعني لما بقينا بنخش لبعض منافسه مين اللي يطلع تصريح اقوى من التاني. فانا متفائل ان شاء الله ان الكاس ده مش برانا، يعني ان شاء الله في بطولتين الشهر ده، كاس وسوبر باذن الله، وبالتوفيق ان شاء الله. بس كده، ده اللي كان عندنا النهارده، ولو في جديد هنقول لكم بكل تاكيد. السلام عليكم.